وسالفتنا اليوم عن رجال اني قال له ناصر بن ضبان القحطاني. رجل اشتغل في شراء السيارات وبيعها، واشتغل في العقارات. المهم انه قام يشتغل حتى اسس له راس مال، والناس قامت تروح له تاخذ منه سيارات وتبيعها او تاخذ منه بعض المال. المهم انه يسلف ويعطي لوجه الله. المهم انه في يوم من الايام احتاج واحد من السبيعي ويسمع بذكر القحطاني ويروح صوبه. طبعا له يعرفه، سامع بذكره. راح صوبه، يوم جاء وسلم عليه وتقهوى عنده، قال أنا جاي أبغي لي حاجة معينة، المبلغ الفلاني، وأبغي لي سيارة أبيعها علشان أخذ المبلغ. قال له أبشر، وين كفيلك؟ قال والله ما عندي كفيل. قال طيب أنا ما أعرفك أصلا ولا أنت بجايبين كفيل، ما أقدر أعطيك شيء. قال والله أني جايك من 200 كيلو، جايك من تربة الطائف. قال والله ما بيدي شيء، جيب لك كفيل وابشر. عقب قام السبيعي بيطلع من عند القحطاني. يوم قدح عند الباب في عود، قال له يا قحطاني أنا كفيل الله سبحانه. قال له القحطاني كلنا كفيلنا الله سبحانه وكاف العبادة كله، ولكن قال له تدري عن شيء؟ الله حطاك اللي انت تبغي. ويكتب له ورقة وقال روح للمعرض الفلاني أخذ المبلغ، وهو تقريبا المبلغ حوالي 70,000. عطاه الرجال ورقة وقال روح صوب المعرض الفلاني يعطوك حاجتك اللي انت تبغي. راح الرجال أنت السبيعي صوب المعرض وأخذ له موتر وباعه 70,000 وراح. وطبعا القحطاني قام يسجل كل ما هو يعطي، يسجلها في دفتر. مرت السنة الأولى، 2 3 إلين قدها 8 سنين. احتاج ابن ضبان لبعض المبالغ، لأنه بان له بيت نعود وبان له مجالس. فقام يدور في الدفتر إلى عين ب1000 و2005. هذا نطها لأنه داير المبلغ بسيط، ولو عندهم شيء كان رده. راح يدور في الدفتر من هال10 وفوق. فجاء السبيعي اللي خذ منها 70 عقب 8 سنوات، قال ما فيه إلا روح صوب لعلي يعين عنده شيء. ركب موتره وراح صوب السبيعي في ديرته اللي هو فيها. راح صوبه، طبعا هو معطيه العنوان ومعطيه الحي ومعطيه البيت. راح صوبه، يوم جاء فلا يدري الوجه اللي مو ينكر. السلام عليكم. السلام، تفضل. قال أنا عجل وعندي موضوع معك وبمشي. قال لا مو الحين، تاكل كرامتك وحقك وواجبك وعقبه بنتحدث. قال له تمام. المهم ركب له الغداء وذبح له الذبيحة، والذبيحة تطبخ، هو إياه قعدوا في المجلس يتقهوى. عاد يقهوي ضيفه فلا يولده جايه يشاوره. قال يا يبه فيه سيارة شرطة تبغيك برا. قال زين. ويقوم الرجال أنت يا أسبيعي ويروح صوب الشرطة يبغى يشوف وش يبغوا. يوم جاء السبيعي فلا الشرطة تبغيه. ايش تبغون؟ قالوا أنت مطلوب وإذا الحين تركب معنا. قال طيب أنا عندي غدا رجال، والرجال يهدى في المجلس وغداه يطبخ، خلوني أغديه وعقبه بجيهم. قالوا لا تركب معنا ذا الحين. مسكوه وخذوه للمخبر، مخبر الشرطة، مشتكن عليه واحد في فلوس. قعد أنت القحطاني في المجلس وجاه الصبي قهوي. قال بيك وين راح؟ قال بي أخذتها الشرطة. قال كيف؟ قال أخذتها الشرطة. قال ادل المخفر. قال بالله ادله. قال اركب. ركب القحطاني اللي هو ناصر بن ضبان مع ولدك السبيعي رايحين صوب المخبر. يوم جاءوا المخبر فإذا رفيقه قاعد ولا ياخذون عليه تحقيق. ايش علومكم؟ قالوا الرجال ذا مطلوب ومشتكين عليه الرجال ذا في 80,000.
قال طيب أنا باكفل هذا الحين، طلعوه إلين نتغدى والعين خير وعقبه بيجيكم. قالوا ما نقدر. الرجال قايل لا تطلعونه وهذا هو قاعد. قال يا طويل العمر، الرجال مسوي لي غدا، والرجال ذي سالفته. قال أبدا. قال كم المبلغ اللي أنت تطلبه؟ قال 80,000. قام ابن ضبان ويطلع دفتر الشيكات ويكتب المبلغ 80,000، وقال هذا شيكك وروح اسحب. فك الرجال. وفعلا أخذ الشيك وتنازل. أنت يا المشتكي على السبيعي، وعود هو إياه للبيت وتغدى هو إياه. عقب ما تغدى وخلصوا قال الحطاني للسبيعي جيتك أبغي 70 لا نطلبك، ودفع 80. قد عليك 150 إن جات أبرك الساعات، وإن ما جات فالله يبيح منك عرضك وطولك. تكفيني ذا الكرامة اللي أنت قدمت أنت ووجهك أبيض. المهم أن الحطاني ركب وعود لديرته. راح الحطاني لديرته. يوم جاء يوم من الأيام فلا في حفل للسبيع. قام أنت يا السبيعي عقب ما خلصوا قال أنا عندي مشاركة، ولا العالم خابرين له بشاعر ولا هو. قالوا يمكن الرجال غدا شاعر. يوم تقدم على المنبر في نعت السبيع. السبيع يا عصابة راسي، سالفة كذا كذا كذا، ويعلمهم سالفته. وتشوش روس الرياجين وأسبيع معروفين بالطيب وفعل الطيب. المهم أنه قام واحد منهم وقال هذه 50,000 من عندي، وقام الثاني والثالث. المهم أنهم جمعوا 200,000 ريال في ذاك الليلة، وقالوا إذا أصبحنا شرحنا صوبه. عقب ما جمعوا المبلغ 200,000 شرحوا له جماعة بالمبلغ، ومعهم صاحب الدين. يوم جاءوا يتقهوا عنده ويذبح كرامتهم ويغديهم. المهم عطوها 150 و50,000 حطوها في عود وفي بشوت وفي لوازم الريجي هدايا. يوم جاءوا يقدموا له الهدايا ويقدموا له 150,000 ويشكرونه على فعله الطيب، ورد الطيب بالطيب. والحطاني طاب وردوا طيبه سبيع، وفي كل في حقه من الطيب. وهذه السالفة، وأتمنى أنها عجبتكم، وإن عجبتكم فأنتم اللي تجملونها، وما عجبتكم فمعوضين وابشروا بغيرها. ما تشوفون شر.